نور وعمر. قصة حب بدأت في مدرجات الجامعة، كلية تجارة إنجليزي. عمر شاب جدع من منطقة شعبية، بس دماغه توزن بلد، طموح ومركز في مستقبله. ونور بنت رقيقة وحيدة أهلها، عايشة في مستوى مرتاح شوية. الاتنين اتشدوا لبعض من أول نظرة. حبهم كان عامل زي الروايات. وعشان عمر راجل بجد، أول ما استلم شهادة التخرج راح خبط على باب أهل نور. أبو نور في الأول كشر: يا ابني انت لسه في أول طريقك، هتعيش بنتي ازاي؟ كلام واقعي بيوجع. وعمر حس إن الدنيا بتضيق بيه، بس القدر كان مخبي مفاجأة. أبو عمر الراجل البسيط طلع محوش قرشين وبنى بيهم شقة حلوة فوق السطوح. والأهم من ده، عمر جاله تعيين في واحدة من أكبر شركات الحسابات في البلد بمرتب خيالي لواحد في سنه. أبو نور وافق، والفرح اتعمل، وبدأت أحلى أيام حياتهم. نور وعمر كانوا عصافير كناريا، وبعد سنة ربنا رزقهم بياسين، حتة سكر نور لهم حياتهم أكتر. عمر في شغله كان وحش، أرقام وحسابات وميزانيات، كان بيحل أعقد المشاكل في ثواني. وصاحب الشركة كان بيعتبره ابنه اللي مخلفوش. بس للأسف صاحب الشركة كان مخلف. ابنه شريف كان العكس تماما، بتاع سهر وبنات وفلوس بتطير في الهوا. ولما أبوه مات، شريف مسك الشركة، ومن هنا الكابوس بدأ. شريف كان بيكره عمر كره العمى، كان بيحقد على نجاحه وعلى حب الموظفين ليه. والأهم، لما شاف نور في حفلة الشركة عينه زاغت عليها، وما قدرش يتقبل إن موظف عنده متجوز الجمال ده كله. شريف بدأ يخطط خطة شيطانية ما تخطرش على بال إبليس. وفي ليلة، عمر وهو بيراجع ميزانية آخر ربع في السنة، اكتشف كارثة: عجز بملايين الجنيهات وتحويلات وهمية لحسابات بره البلد. عمر بسلامة نية قرر يواجه شريف الصبح، بس الصبح ده مجاش. الساعة 3 الفجر الباب بيخبط كأنه هيتكسر. نور قامت مخضوضة، وعمر بيفتح يلقى قوة من البوليس في وشه: مطلوب القبض عليك بتهمة اختلاس أموال الشركة. الكلمة نزلت على نور زي الصعقة. عمر بيتكلبش قدام عينيها، وياسين بيصرخ، وهي بتترجاهم يسيبوه. كل الأدلة كانت متفبركة بدقة: امضاءات عمر وباسوردات أجهزته، كله متوظف عشان يلبس هو القضية. المحكمة ما أخدتش وقت، وعمر اتحكم عليه ب7 سنين سجن. نور اتكسرت، ظهرها اتقطم، الدنيا كلها اسودت، والناس اللي كانوا بيطبلوا لعمر عملوا نفسهم ما يعرفوهوش. بس الصدمة اللي فوقتها كانت زيارة شريف ليها. دخل بيتها بكل بجاحة، قعد وحط رجل على رجل، وبصلها بابتسامة خبيثة وقال لها: أنا ممكن أتنازل عن القضية، وعمر يخرج بكرة، بس بشرط تطلبي الطلاق منه ونتجوز أنا وإنتي. الكلمة دي كانت زي المية الساقعة اللي نزلت على وش نور، فوقتها. فهمت كل حاجة، فهمت إن شريف هو اللي سرق، وهو اللي دمر جوزها عشان يكسره ويطولها. في اللحظة دي نور الضعيفة الرومانسية اللي بتعيط من مشهد في فيلم ماتت. وقفت قصاده، بصت في عينيه ببرود يخوف، وقالت له: اطلع بره، وجوزي هيخرج غصب عنك. من تاني يوم نور قلعت توب الحزن، قصت شعرها، خبت ملامحها الجميلة ورا نضارة ونظرة مكسورة، وراحت لشريف الشركة. عيطت قدامه، ومثلت إنها منهارة ومش لاقية تاكل ابنها، وطلبت منه أي شغلانة. شريف بغرور المنتصر وافق، وشغلها في الأرشيف، أصعب وأقل شغلانة عشان يذلها وتيجي ركعة في الآخر. بس هو ما يعرفش إنها نار تحت الرماد. نور استغلت وجودها في الأرشيف، كانت بتشتغل 14 ساعة، ولما الشركة تفضى تبدأ مهمتها: تراجع كل ورقة، تدور في كل ملف قديم. بدأت تفهم دورة الفلوس، وعرفت ثغرات النظام. وفي يوم قدرت تسرق باسورد مدير الحسابات التاني. دخلت على السيستم وبدأت تدور على الملفات المخفية، وفجأة لقت ملف متشفر باسم أكواد خارجية. قدرت تفك شفرته، وهنا كانت المفاجأة: أرقام حسابات شريف في بنوك سويسرا، وتواريخ التحويلات اللي بتطابق نفس أيام العجز. نور كانت بتطبع الورق، وفجأة النور قطع، الباب اتقفل، وإيد مسكت دراعها في الضلمة. نور قلبها هيقف،
بس الصوت اللي همس في ودنها طمنها: ما تخافيش، أنا معاكي. ده كان طارق، مهندس الاي تي في الشركة. طارق كان عارف بلاوي شريف، وشريف كان واكل حقه ومدمر مستقبل أخوه، وكان مستني اللحظة اللي ينتقم فيها. الاتنين بقوا فريق، طارق بخبرته التكنولوجية ونور بإصرارها. طارق قدر يجيب تسجيلات كاميرات المراقبة القديمة اللي شريف كان فاكر إنها اتمسحت، واللي بتثبت دخوله مكتب عمر في أوقات غريبة. وكمان جابوا تسجيلات صوتية لشريف وهو بيتفق مع المحامي الشركة على تزوير الإمضاءات. وجات اللحظة الحاسمة، يوم كش مات. شريف كان عامل حفلة كبيرة في قاعة فخمة، عازم فيها كبار المستثمرين ورجال الأعمال عشان يعلن أرباح الشركة ويدخل شركاء جديد. القاعة مليانة، والكل بيسقف لشريف وهو طالع على المسرح يتكلم بكل غرور. وفجأة الشاشة الكبيرة اللي وراه، اللي كان مفروض تعرض رسم بياني للأرباح، اسودت. ظهرت عليها صور مستندات التحويلات البنكية لسويسرا، وبعدها اشتغل تسجيل صوتي لشريف بيلعلع في القاعة. لبسوا عمر القضية كلها وظبطوا الورق بحيث ما يخرجش منها أبدا. الناس وقفت مذهولة، المستثمرين بدأوا يزعقوا، شريف وشه جاب ألوان وبدأ يصرخ: اقفلوا الزفت ده، مين اللي عمل كده؟ في اللحظة دي أبواب القاعة اتفتحت، ودخلت مور ماشية بكل ثقة، رفع راسها للسما، ووراها قوة من مباحث الأموال العامة. نور وقفت قدام شريف اللي كان بيترعش، وقالت له بصوت واثق: اللعبة خلصت يا شريف، وانت اللي خسرت. البوليس كلب الشريف، والمستندات كانت كافية إنها تفتح القضية من تاني. في خلال أيام الحقيقة كلها بانت. باب السجن اتفتح، وعمر خرج مش مصدق عينيه. لقى نور واقفة مستنياه ماسكة إيد ياسين، حضنها كأنه بيحضن الدنيا بحالها، وبكى. بكى لأنه عرف إن مراته اللي حبها طلعت أقوى من 100 راجل، ورجعت له حقه وشرفه قدام الدنيا كلها. رجعوا بيتهم، والحب اللي بينهم ما كانش مجرد رومانسية عادية، ده بقى حب متعمد بالنار، حب مستحيل أي قوة في الدنيا تقدر تكسره. وتوتة توتة خلصت الحكاية، بس حكايات الجدعان ما بتخلصش.